النبي يقضي بالكتاب وهو نبي، وكما قلت لكم إذا أخطأ في اجتهاد بسيط، هو أخطأ مرة وكأي من مرة، قصصت عليكم هذه الحكاية المعجبة التي تهز الأعطاف. في مرة أخطأ في حق يهودي اتهم ظلما، جاءت الآيات تدمدم على الذين اتهموا اليهودية ظلما، لكن أول الدمدمة كانت على من؟ على سيد الخلق. إنا أنزلنا إليك كتاب الحق لتحكم بين الناس، لتحكم بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الله قال له أنت دافعت عن الخونة لمحمد، يقول قال له يا محمد تدافع عن الخونة؟ يا الله، من الخونة؟ أنصار، جماعة من الأنصار، من الصحابة الأنصار من أهل المدينة، قالوا هذول خونة، خانوك وخانوا الحقيقة. اتهموا من؟ أبا بكر، عمر، عليا، عثمان، معاذا، من؟ يهوديا، كافرا بمحمد وبرسالة محمد. العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، هذا ديننا، هذا إسلامنا. ليس من إسلامنا إذا لم تكن معي قطعت رأسك وتقول هذا إسلام، تضلل أبنائنا وبناتنا، تشوه ديننا ونبينا وكتابنا. أي إسلام هذا؟ إنا براء منكم ومن هذا الإسلام. يهودي، ما في يهودي، ما في الإسلام يهودي ومسيحي وكافر ومجوسي، في عدل، عدل. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. الله يقول محمد أخطأت، وقعت في ذنب، في مأثمة، استغفر واستغفر الله، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، مرة أخرى يقول خونة، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى آخر آيات. آيات عجيبة والله العظيم تهز أعطاف كل من عرف الله. فلا أدري كم في هذه الأمة من يعرف الله اليوم من كل طوائفها ومذاهبها، كم فيها؟ فيها بلا شك، لكن كم فيها؟ كم من الخيبات، كم من الهزائم، كم من الدمار يجب أن يحيق بنا حتى نعود إلى الله حقا. نكتفي بهذا التمثيل، كفى تمثيلا يا أخي، تمثيل ديني مقزز، عقود من السنوات، عقود ونحن نمثل باسم الدين وباسم المشيخة وباسم العلم، كله تمثيل، ما في صدق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.